الفنانة سهير زكي رقصت في نشرة الأخبار بأمر من الرئيس جمال عبد الناصر. كيف هزمت أم كلثوم؟ سهير زكي عبد الله ولدت في 4 يناير 1945، ولدت بمدينة المنصورة واتجهت إلى الإسكندرية، وهي أول من رقصت على أغاني السيدة أم كلثوم حيث عرفت واشتهرت، ثم سافرت إلى القاهرة. رقصت في برنامج أضواء المسرح في أماكن السهر، شاركت في أكثر من 50 فيلم كراقصة وممثلة. لم تستمر سهير زكي شهرتها في الرقص الشرقي فقط، حرفيتها فيه، بل أنها رقصت في العديد من الحفلات المهمة اللي حضرها رؤساء عدد كبير من دول العالم، وكان من أشهرها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الذي أعجب بها كثيرا، كذلك الرئيس التونسي الحبيب بوركيبة، كما أنها رقصت أمام شاه إيران، مع أنها زارت موسكو بدعوة من وزير الدفاع السوفيتي. حدثت الفنانة سهير زكي عن علاقتها بالرئيس جمال عبد الناصر والسيدة تحية حرم الرئيس جمال عبد الناصر، أنها بدأت قصة معرفتها بهم، وده لما طلبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للرقص في فرح ابنته هدى جمال عبد الناصر، وذلك قبل الزواج 24 ساعة. قابلتها السيدة تحية قازم بترحاب شديد، قالت لها سهير من فضلك ساعديني، أنا في ورطة مش عارفة أعمل إيه في مراسم الفرح، يعني دخول وخروج المعازيم وترتيب ظهور هدى وكيفية تقابلها مع زوجها، هل يكون من هنا ولا من عند السلم؟ وقامت الفنانة سهير زكي بطمأنتها وتهدئتها، وبالفعل بعد مرور ساعتين فقط تم وضع كل الترتيبات اللازمة، كل كبيرة وصغيرة. خرج الفرح بشكل رائع. حدثت سهير زكي بأن ظهورها في نشرة الأخبار وهي ترقص كانت للمرة الأولى والأخيرة التي تذاع رقصة من فرح في نشرة الأخبار، كانت بموافقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. شهدت مصر كلها رقصتها في التلفزيون، وبدأت العائلات الكبرى تطلبها بالاسم، تطلب رقصها بنفس البدلة اللي رقصت فيها وبيها في فرح ابنة الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر. شاركت في أكتر من 50 فيلم سينمائي زي مطلوب زوجة فورا، أنا وهو وهي، من أجل حفنة أولاد، مدرس خصوصي، عواصف، آخر العنقود، بيت الطالبات، مدرسة الحسناء، وغيرها وغيرها من الأعمال الناجحة. سهير زكي متزوجة من المصور محمد عمارة، واعتزلت الفن والرقص في أوائل التسعينات، ربنا يمتعها بالصحة. أنجبت سهير زكي من زوجها المصور محمد عمارة ولد واحد اسمه محمد، ويقال أنها فتحت مدرسة للتدريب على الرقص الشرقي.